رغم التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها بلادنا ولله الحمد، إلا أن الملاعب المغربية المحتضنة لنهائيات كأس إفريقيا أظهرت كفاءة بنيوية استثنائية وبنية تحتية من الطراز العالمي خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق البطولة، حيث صمدت الأرضيات بشكل مبهر أمام موجة التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها عدة مدن مستضيفة، وذلك بفضل الاعتماد الاستراتيجي على تقنية العشب الهجين المتطورة التي تمزج بين الألياف الطبيعية والاصطناعية لضمان صلابة التربة ومنع تآكل البساط الأخضر تحت ضغط المباريات، مما حال دون تشكل البراك المائية التي كانت تعيق سلاسة اللعب في نسخ سابقة. ويأتي هذا النجاح الميداني ثمرة لعمليات إعادة تأهيل شاملة وتحت إشراف دقيق من الشركة الوطنية سونارجيس التي سخرت أطقم تقنية متخصصة تعمل بنظام المداومة ليرسخ المغرب بذلك مكانته كقطب رياضي رائع قادر على احتضان كبرى التظاهرات العالمية في أصعب الظروف الجوية وبأعلى معايير الاحترافية.